السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا بينا نسمي الله، صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. صلى على الحبيب قلبك يطيب. معانا يا حبايبي دولت كوباية لبن رايب. هنعمل النهاردة احلى فطير الذرة دي من الدقيق الذرة. ومعانا مج الشاي العادي دقيق ذرة، ومج واحد دقيق علام، دقيق فينو او جميع الاغراض. لا اله الا الله. طبعا عجنهم حلو كده، ما بتاخدش عجين ولا لت ولا اي حاجه، لان طبعا معروف ان الدقيق الذري يا حبايبي مش محتاج عجن ولا لت ولا اي حاجه، لان هو من طبيعته بيبقى حرش. وعندنا شويه قشطه حلوين كده. قمنا الصبح بقى محتارين هنعمله ايه. قلنا ما فيش الا احلى من فطيره الذره. الفطير ده يا حبايبي بيتعجن بلبن رايب وشويه الملح، ما فيش ازيد من كده، بنزودهوش حتى العجينه ميه. لو ما عندكيش لبن رايب وعندك قشطه ممكن تعملي بزبادي بديل اللبن الرايب. وطبعا يا حبيبي ديت هتتغمس بدقيق لا مادة دهنية ولا اي حاجة، ان هو الدقيق الذرة بيبقى ايه طبيعته زي دقيق السمونيرة كده، سموت البسبوسة. طبعا هنفردها على المطرحة حلوة كده، وهنكبرها على قد ما نقدر، وهنقوم ايه دهنين الطبقة دي كلها قشطة. لا اله الا الله. طبعا بالبطاطا كده، لان بديكي مش هتفرد برضو معاك، ان الدقيق ده عايز ايه بالراحه شويه. الدقيق العلامه اللي عليه بيمسكوا شويه، او دقيق الفينو. طبعا دولت معلقتين سمنه بلدي مسيحينهم، مش هنكتر سمنه بلدي لان الفطير ده بيبقى بحاله قشطه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، هنفرد طبقه القشطه عليه، هنفردها كلها قشطه، وهنقوم مطبقين. بس مش هتنسى حلاوته، واللي جربه يكتب لي في التعليقات. لا اله الا الله. بسم الله ما شاء الله. مش هي والله ما هتنسى حلاوته. طبعا بنطوها تاني كده، وسمنه برضو وحته قشطه، ان هو بيبقى دايب في القشطه كده يا حبايبي وسمنته. مش هنحطه عليه زيت ولا حاجه، لان الزيت هينشفه. الفطير ده خلاف الفطير التاني يا حبايبي. هو ليه اسامي يامي. اهالينا زمان كانوا بيقولوا ايه، حبوش، تلوت، حاجه زي كده. انا مش حافظه الاسم جوي ليه. لا اله الا الله. طبعا هنطويها تاني كده طبقات دي كده، وهنفردها شويه يا حبايب. كل مدى تهزيها كده عشان لو لزجت في المطرحه معاكي. وهننزلها في صينيه او صاج من الاسمر، اللي هو الخفيف الرقيق مش ألموني. هي المفروض كانت امي بتعمله على العرصه بتاعه الفرن البلدي، بس احنا بقى ايه حطيناه في الصينيه، لان بيخر سمنته كلها وقشطته دي، بيبقى دايب فيها كده، كأنك بتاكلي حاجة كده زي البسبوسة اللي دايبة في العسل بتاعها. طبعا جبنا الصاج الأسمر ده اللي بنطيب فيه الجرس والحاجات الحلوة دي يا حبايبي، أو صينية ألمونيا عادي، بس تكونش تقيلة جوي، يعني ايه سمكها يكون تخين كده جوي عشان تطيب معاك الفطيرة حلو، لأن الفطير ده عايز نار حامية. طبعا نبططها شوية كمان في الصاج بتاعنا كده، وهندهنها قشطة وشوية سمنة، وشوية السمنة بلدي او من العادية عندك، والقشطة هتخلي طعمه حلو. مش لازم يعني نحبكوها جو، بس بلاش زيت. وهناخد حتة القشطة وهندهن الوش كده يا حبايبي. لا اله الا الله. وهنكونوا جاتحين الفرن بتاعنا، وهنحطها في الفرن. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا ما عملتهاش في الفرن البلدي لاني كنت تعبانه مش ناهضه اولعه. بس ما شاء الله والله ما هتنسى حلاوته. شايفين خدت اللون الحلو دي،
وقعرها حلو من تحت. الحروف بتحمر بسرعة، هي دايبة، مش الفطير ده يا حبيبي مبيبقاش ماسك نفسه زي التاني، بيبقى دايب كده، وما شاء الله عليه. ما شاء الله لا حول ولا قوة، وقلبه مبيبقاش تقيل زي التاني، مبيبقاش مورق ياما، بس طعمته بقى احلى من التاني 100 مرة. انحرمش منكم يا حبايبي يا رب، ودومكم نعمة في حياتي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.